اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأهداف وتحمل المسؤولية والدنيا زي الورد، والنهاردة هناخد خطوة جديدة لقدام، خطوة مهمة وأهميتها إن إحنا بنلبس فيها دايما. بعد ما كنا في المعركة منتصرين وحاسين إننا خلاص بينا وبين النصر خطوة، فجأة لقينا نفسنا مستنزفين، مش عارفين نركز، مرهقين، الدنيا عمالة تضرب من كل مكان، مش عارف تلاحق من هنا ولا هناك، وطاقتك بتستنزف وشاكك إنك قادر تكمل ومش عارف المشكلة فين. والنهاردة غرضي أوعيك بنوعين من الناس في حياتك هما اللي بيسببوا لك كل ده. أول نوع معانا هم أشخاص رفضوا يركبوا معاك قطر الحياة ونزلوا في أقرب محطة وسابوك لوحدك، وطبعا أنت دايما بتقول عليهم غدروا بيا وخذلوني، العالم الوحشة دي، وكل لحظة بتندم على اليوم اللي عرفتهم فيه. والأسوأ من كده إن في ناس حرفيا بيكونوا سابونا ومشيوا، لكن إحنا بنكون مصرين نتحسر عليهم، بنقعد نتابع أخبارهم وحياتهم من بعيد. دول ممكن يكونوا صاحبي أو شريك حياتي أو حتى شريكي في الشغل أو غيره، سواء حصل الانفصال ده دلوقتي أو من فترة بعيدة، فلازم تاخد الخطوة بتاعتك. واحفظ القاعدة دي كويس، ما تضيعش طاقتك على الناس اللي ما اختاروش يكملوا معاك. بس كده، كل اللي عليك انك ما تركزش معاهم ولا تضيع وقتك ولا طاقتك عليهم او حتى تحزن عليهم. اعرف ناس دمروا اعمارهم حرفيا لمجرد الخذلان او الانفصال. كونك انك بتضيع جزء من طاقتك على الناس دي بعد ما مشيوا، ده بيظلم الناس اللي اختاروا يقعدوا معاك، الناس اللي اختاروك انت، الناس اللي ماشيين معاك ومبسوطين بيك. فوق وبلاش ضيع طاقتك على الناس اللي ما اختاركش، فوق وبلاش ضيع طاقتك على الناس اللي مشيوا. احنا ورانا مستقبل نبنيه وحياة نكونها، مش عايزين نضيع عمرنا على مفيش. وللأسف انت الوحيد المضرور في الآخر. النوع التاني من الناس هم ناس اختاروا يمشوا معانا فعلا، لكن دايما بيمصوا طاقتنا. دول اللي بنقول عليهم علاقة توكسيك أو علاقة سامة، علاقة وحشة للأسف. الطرف ده دايما بيكون طريقته وحشة معاك، بيضرك دايما، بينقدك دايما، بيعاملك معاملة وحشة، دايما بيعمل حاجات اللي بتأذيك نفسيا، بيقلل منك وبيحبطك وعاوزك دايما تديله لكن هو ما يديش. الناس دي لو في حياتك فحياتك هتكون صعبة. لازم يكون عندك القوة انك تقول للناس دي لا، انتوا بره حياتي لو ما اتغيرتوش. احيان كتير لازم تكون حازم وشديد مع الناس اللي بتأذيك نفسيا. من الغباء انك ترضى على نفسك الاذى او الضرر لمجرد انك خايف تخسر اشخاص او تكون لوحدك او خايف تجرح مشاعر غيرك. هنفضل حرفيا عاملين زي الوردة اللي بتدبل كل يوم لحد ما تبقى جسم من غير حياة، وساعتها مصاص الطاقة ده هيسيبك وهيبيعك وهيروح لوردة تانية غيرك. افهم يا صاحبي انك المسؤول عن حياتك، ولما توصل للمحطة الأخيرة اللي هي القبر، ساعتها مش هينفع تقول أصل فلان عطلني وعلان عمل كذا. أنت اللي هتتحاسب وبس، أنت اللي هتتحاسب لأنه كان بإيدك تغير من حياتك لكن أنت ما خدتش الخطوة. قاعدة مهمة حطها في حياتك، ممنوع وجود مصاصين الطاقة دول في حياتك أو ما فيش علاقات توكسيك تاني. من النهاردة اجمع كل واحد فيهم وقول له هتتصلح ولا نفترق، وما ياخدكش رحمة معاهم، لأنه ببساطة العلاقة التوكسيك أو السامة الطرف الوحيد اللي بيتسمم فيها هو أنت وبس. قاعدتين النهاردة هم قاعدتين مهمين جدا، أظن كتير مننا محتاجهم. سجلهم عندك وفكر إزاي تغير بيهم حياتك. وما تنساش تدعي لإخواتنا في غزة وفي فلسطين وفي السودان، الوضع للأسف مأساوي. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنت والكلام الكتير ده عشان الفيديو يوصل لكل شخص محتاجه. بحبك في الله، يلا سلام.